ايه الفرق بين محرك سلندر واحد او 2 سلندر او 4 او 6 او 8 او 12؟ لو حضرتك يعني ربنا كرمك وتنوعت في قيادة السيارات اللي بالمنظر ده، هتلاقي العربية ال 12 سلندر، ال 10 سلندر، ال 8 سلندر أدائها مبهر وناعم وسلس وقوة سلسة جدا. ليه؟ لأن أشواط القدرة دي جاية متتالية. أنا لو موتور سلندر واحد هو شوط قدرة واحد، وبستنى بقى بسموها الأشواط الخاملة الأيدل ستروكس. يفضل على ما اسحب أنا محتاج أنا أزقه عشان يسحب، يضغط محتاج أزقه عشان يضغط، يولع أنا مستني حاجة لما تولعه عشان يبدأ يديني شوط القدرة الفعال. لما يكون أنا عندي بقى محرك متعدد الاسطوانات، انا الموضوع الباور ستروك ده خدته من السلندر ده، في حين ان السلندر زميله طلع لي باور ستروك تانية، في حين السلندر اللي بعديه طلع باور ستروك تالتة، فالفلو بتاع الباور شغال سلس جدا. لذلك لو يعني نشبهها مثلا، لو حضراتكم تسمعوا مكنة المية اللي كانت شغالة زمان بقى في القرى وفي الترع وكده، تك 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 تك، تبقى مكنة سلندر واحد على قد التطبيق بتاعها، لا محتاجين نعومة واحنا محتاجين فانكشن معينة وكمية فلوريت معينة بس، فبيبقى شغاله صوتها زي مكنه الميه. لو سقت مواتير صغيره تحس انها فعلا عامله زي مكنه الميه.